الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقد نشر تجمع المهنيين في صفحته الرسمية على الفيسبوك خبرا نصه أن تجمع المهنيين السودانيين والقوى المدنية يؤيدان فصل الدين عن الدولة، وهذا أمر خطير وعظيم وكبير، وفي نفس الوقت هو خداع للملايين من الشباب الذين علقوا آمالهم في تجمع المهنيين حينما خرجوا أول مرة طلبا لرفع الظلم وتحقيقا للحياة الكريمة دون تدخل في أمر الدين وسلطانه والشرع وأحكامه. وهذا معلوم باليقين أن عموم هؤلاء الشباب لا يرغبون في فصل دين الله تعالى عن الدولة أبدا، بل ولا يتخيلون ذلك، فإنهم شباب مسلمون يؤمنون بالله عز وجل وبشرعه وبدينه ورسول الله صلى الله عليه وسلم وبأحكامه، وليس لهم مع دين الله عز وجل أي مشكلة، إنما كانت مشكلتهم مع تلاعب النظام السابق بأحكام الشرع أولا، وبفساد النظام السابق وتعديهم على المال العام والأراضي وغير ذلك من أنواع وألوان الفساد التي وجدت. الدين فوق الدولة وفوق الدستور وفوق قحط وفوق تجمع المهنيين، فوق قوى الحرية والتغيير وفوق السودان، فوق كل شيء، لأنه دين الله عز وجل والأرض أرض الله تعالى، وهذه الشريعة هي حكمه تبارك وتعالى. فصل الدين عن الدولة خروج عن شريعة الإسلام، وقد أجمع العلماء على وجوب قتال كل طائفة تخرج عن شريعة واحدة من شرائع الإسلام، فكيف بمن يخرج عليها كلها؟ قد نقل الإجماع على ذلك جماعات من أهل العلم. الإسلام قضى على العنصرية بكل أشكالها وأنواعها، وجعل الغاية أن نقيم الدين في الدولة وأن نحكم بكتاب الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا، رواه الإمام مسلم في صحيحه. خاطب بذلك النبي صلى الله عليه وسلم الأمة كلها، بدءا من قريش الذين كانوا يعتزون بنعرتهم وعنصريتهم وعروبيتهم، ليريهم وليربيهم على عدم النظر إلى الشكل أو الجنس، وإنما بماذا سيحكمنا، سواء كان هذا الحاكم عبدا أو حرا، حبشيا أو عربيا، ما دام يقودنا بكتاب الله عز وجل نسمع له ونطيع نأتمر بأمره، وإذا لم يقودنا بكتاب الله عز وجل فلا سمع له ولا طاعة. فصل الدين عن الدولة تمرد على الله وعلى شرعه وعلى دينه، لأن الله عز وجل هو الذي أمر أن نحكم بشرعه. قال تبارك وتعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وقال عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. وقال عز وجل: إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله فلا تكن للخائنين خصيما. قيمة العدالة قيمة فطرية، إذا كان الذين ينادون بالعلمانية ينادون بها لتحقيق العدالة الاجتماعية أو لتحقيق العدالة في الدولة، فإن قيمة العدالة قيمة فطرية، الكل ينادي بها، كل الشعوب، كل الملل، كل النحل، كل المذاهب الفكرية والتيارات السياسية كلها تنادي بالعدل، وليس كل من نادى بالعدل كان عادلا في حكمه، بل ليس كل من نادى بالعدل كانت مبادئه تمثل العدل. هناك دول تتلاعب بقوانين الأمم المتحدة التي تمثل العدالة في نظر البعض. ترامب يتلاعب بالثغرات القانونية في القانون الأمريكي في دولة علمانية تمثل العدالة في نظر البعض. النظام البائد تلاعبوا بشعار الشريعة دون تطبيقها. السبب في كل هذه الأمور والنماذج غياب رقابة الأمة، غياب رقابة الأمة الحارسة التي تحرس شرعها، أو النظام الذي تؤمن به. والفرق بين هذه الأمور بين العدالة التي يطلبها كل مذهب أو كل فريق أو كل حزب، لأن الكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذلك، الكل يدعي العدالة أو طلب العدالة أو أنه جاء لتحقيق العدالة. الفرق في تحديد مفهوم العدل. من الذي يحدد مفهوم العدل؟ من الذي يقرر أن مبادئ الحزب الفلاني مبادئ عادلة وأن مبادئ النظام الفلاني مبادئ عادلة؟ من الذي يقرر هذا الأمر؟ شرع الله عز وجل، الله تعالى هو الذي يحدد مفهوم العدل وحدوده لعباده، وهو أحكم الحاكمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به. هذا كذا أمر الله تبارك وتعالى، هو الذي يحدد لعباده العدل. قال عز وجل: قل أمر ربي بالقسط، أي أوامره التي أمر بها في شرعه كلها عدل وقسط سبحانه وتعالى. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. الفرق في تحديد مفهوم العدل في الشرع، الله تعالى هو الذي يحدد مفهوم العدل وحدوده، بل في القوانين الوضعية وفي علمانية
مجموعة من البشر هي التي تحدد مفهوم العدل وحدوده، وطالب بقية البشر أن يتواطؤوا وأن يتواضعوا وأن يقبلوا بهذه النظم وهذه الأحكام. لك أن الفرق كبير والبون شاسع. لا شك أن القيم الربانية أعلى من القيم البشرية بلا أدنى مقارنة، بكثير وبفارق كبير، لأن الله تعالى خلقنا وهو أعلم بما يصلحنا، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الإسلام حكم العالم 13 قرنا بنجاح تام وبعدالة متميزة، شهد بها حتى اليهود والنصارى الذي كانوا تحت ظل حكم الدول الإسلامية في 13 قرنا الماضية. فقيل إن قال قائل: ما هو الأهم في نظرك، حياة كريمة محترمة أم لافتات إسلامية وفساد؟ إن قال قائل: العلمانية هي التي ستحقق لنا هذه العدالة، الجواب: الأهم قطعا ما خلقنا الله من أجله. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الحياة الكريمة في عبادة الله وإقامة دينه ولو مع الفقر، مع أنه لا تنافي ولا تعارض بين الحياة الكريمة وبين إقامة الدين. لا تعارض، لا تنافي بين الحياة الكريمة وبين إقامة الدين، بل إن إقامة الدين أقصر وأسرع طريق للحياة الكريمة. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يقول الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل الكتاب ولو أنهم أقاموا التوراة، يقول عز وجل: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هذا وعد الله لعباده إذا أقاموا دينه أن يأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فإن قال قائل: لا بد من تطبيق أنظمة حكم ناجحة عالميا ومجربة كنظام الحكم العلماني والمطبق في قرابة 90% من دول العالم الناجح، فالجواب: كل نظام حكم لا تحرسه الأمة المؤمنة بذلك النظام، فإن القائمين على تطبيق وتنفيذ النظام يمكنهم التلاعب بشعارات ذلك النظام ودغة العواطف به والتلاعب بأصوات الناخبين بالتأثير عليهم عبر الحملات الانتخابية الدعائية للوصول للسلطة. الحقيقة الماثلة أن العلمانية فشلت في مصر وتونس والجزائر وسوريا وأريتريا وكينيا وأثيوبيا والهند وبنغلاديش وأندونيسيا وغيرها من الدول التي أفقرت العباد وعذبتهم ونكلت بهم وأقامت مستعمرات مالية ضخمة لأعضاء الحزب الحاكم تحت مظلة العلمانية. وإذا قورن هذا بنظام الحكم في الإسلام وجدنا العدالة الحقيقية في التشريعات والأحكام الربانية، وأنه لا يوجد نظام حكم العالم طيلة 14 قرنا الماضية أعدل ولا أحكم ولا أرحم ولا أحسن من حكم الله وشرعه، خاصة إذا كان الحاكم وفيا لمبادئه ملتزما بها تمام الالتزام، كما في عصر الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين. والتاريخ يشهد أنه كلما ابتعد الحاكم عن شرع الله وضعف التزامه به كلما ضعف سلطانه وظهر الظلم في حكمه، فإن حقيقة العدل وجماله وكماله في شرع الله الحكيم الخبير. ولهذا سقطت الدولة الأموية الأولى حينما ضعف الوازع الديني وبدأ التلاعب بأحكام الشرع فظهر الظلم، فسقطت الدولة الأموية الأولى، فقامت الدولة العباسية قوية فتية، فلما ضعف الوازع الديني وبدأ التلاعب بأحكام الشرع ظهر الظلم فسقطت الدولة العباسية أيضا. وفي أنقاضها ونهاياتها قامت الدولة الأموية الثانية قوية فتية، فلما ضعف الوازع الديني وبدأ التلاعب بأحكام الشرع ظهر الظلم فسقطت الدولة الأموية الثانية. وهكذا يضطرد الأمر، فهي قاعدة مضطردة، مع مراعاة أن أعمار تلك الدول أطول بكثير من أعمار الدول العلمانية التي سرعان ما تنهار قبل إكمال 70 أو 100 عام، بخلاف الدول الإسلامية التي قامت عبر التاريخ خلال 13 قرنا التي حكم فيها الإسلام. قامت تلك الدول مبنية على الحكم بشرع الله، فتجد أن عمرها طويل ببركة الحكم بشرع الله الحنيف. فإن قيل العلمانية ليست ديانة إنما نظام حكم، فالجواب أن الإسلام يتضمن في تشريعاته نظام الحكم في الإسلام، وهذا يؤكد ويبين أن العلمانية في حقيقتها دين كما أن الإسلام دين، ولا يمكن أن يجتمع الإسلام والعلمانية في قلب الإنسان أبدا، لأن تشريعات الإسلام تأبى مشاركة الله في الحكم والتشريع. قال الله عز وجل: ولا يشرك في حكمه أحدا.
وقال تعالى إن الحكم إلا لله. وقال عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وسمى الله تعالى من حكم بغير كتابه ظالما وفاسقا وكافرا، فقال عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، أولئك هم الفاسقون، من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكذلك طبيعة العلمانية كنظام ترفض الدين في الدولة، فلا تقبل العلمانية أن يتدخل الله تعالى بأمره ونهيه في الدولة والحياة، بل تريد العلمانية حصر وقصر سلطان الله في المسجد فقط، وهذه هي حقيقة العلمانية، وهذا هو الكفر المبين بأبشع صوره. العلمانية نظام بشري مختص بالدولة ولا يتدخل في خصوصيات الفرد، بينما الإسلام دين رباني يشمل الدولة والمجتمع والفرد، شرعه الله تعالى لإصلاح وصلاح الفرد والدولة والمجتمع ولتحقيق الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. وبهذا يتبين أنه لا خيار للمسلم أن يستبدل بشرع الله تعالى أو أن يقبل عن شرع الله عز وجل بديلا، لا علمانية ولا غيرها من النظم الأرضية، كلها في شرع الله تبارك وتعالى تمرد على دين الله، كلها في شرع الله عز وجل فيها من الظلم ما فيها، وإن نادت بالعدالة وإن وضعت مبادئ من مبادئ العدالة فإنها لا بد أن تتضمن من معاني الظلم ما فيها، لأنها وضع بشر، فيها من قصور البشر ومن جهل البشر ما فيها، بخلاف شريعة الله عز وجل فإنها تشريعات ربانية شرعها الله تبارك وتعالى. ولهذا قال عز وجل ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين والحمد لله رب العالمين.